في ماتش ما قبل خناقة لوتارو مع أنطونيو كونتي في ماتش نابولي والإنتر اللي انتهى بنتيجة 3-1 لنابولي. الماتش كان رايح في سكة الإنتر، أنا كنت حاسس إنه هيتعادل. أول لما الخناقة قامت ما بين لوتارو وكونتي الماتش اتحول تماما، والإنتر اتحول تماما وما عادش بيوصل لمرمى نابولي أبدا. تحس إن فريق نابولي لما شافوا مدربهم بيتخانق بره، بس هم شافوا كده ان في حاجه، لا احنا مدربنا بيتخانق بره، فقاموا مره واحده لقينا الفريق مره واحده بهجمات، بسيل من الهجمات جه على اثره الهدف الثالث لانجويزا. اللي الدفاع انا مش عارف، الانتر لما بيتهزم او لما بيكون الفريق بره المود، اوت اوف مود، الفريق بيكون كله باكمله وبيكون كله سيء وبيكون كله وحش، والوصول لمرمى يان سومر بيكون بمنتهى السهوله. انا في ماتشات كده لو انت مشجع للانتر هتكون كاره ساعتها الفريق والتلفزيون والحكم والتيشيرت والشورت والنجيله والكره اللي بيلعبوا بيها والجماهير وكل حاجه، هتكون كاره نفسك انت كمان. ده لو انت مشجع للانتر في الماتشات اللي الانتر انا ما ببقاش عارف، ببقى عايز افهم دماغة اللعيبه، ببقى عايز اعرف بيحصل لهم ايه في بعض الماتشات لما الانتر بيتهزم. ما عنديش مشكله ان الفريق يتهزم عادي، الكرة مكسب وخساره مفيش اي مشاكل، ولكن الهزيمه تكون بطريقه شيك شويه. يعني الانتر النهارده في الشوط الاول كان كويس، كان حلو، كان مبشر حتى والنتيجه 1-0، بس الفريق كان كويس، الفريق كان بيهدد مرمى نابولي باكتر من كوره. لكن في الشوط الثاني الفريق ما جاش خالص، الفريق ما جاش خالص، الفريق كان وحش خالص، الفريق ما كانش عارف يلعب كورتين على بعض. المؤلم او المحزن في الهزيمه دي انها قصاد نابولي، والمحزن اكتر والمؤلم اكتر انها قصاد نابولي اللي جاي من هزيمتين، واحده في الدوري قصاد تورينو، والماتش اللي لسه كان في دوري الابطال 3 ولا 4 اللي فات قصاد ايندهوفن، الفريق مغلوب او مهزوم 6-2. انا عارف ان الفريق هيجي في الماتش ده، في ماتش زي ده الفريق هيحاول يستعيد ثقته تاني وهيبته تاني، ما عنديش ادنى مشاكل، واكيد كريستيان كيفو واللعيبه كانوا عارفين كده. ولكن اتفاجئ ان الانتر ما كانش له اي رد فعل بعد اهداف نابولي. حتى الانتر لما كان له رد فعل بعد هدف نابولي الثاني واللي جه على اسرها بلانتي وهكان دخل وشاطها وجابها جون، برضه الفريق ما كانش فيه، الفريق في الشوط الثاني كان وحش. من الحاجات برضه اللي بتعصبني في فريق نابولي الكلاحه الكرويه، بمعنى يعني 80% من اهداف اي فريق على كوكب الارض، 80% من الاهداف بيكون جايبها المهاجمين وده طبيعي، وال20% بتكون متوزعه ما بين خط الوسط وقلوب الدفاع، وخط الوسط بيكون اكتر شويه من قلوب الدفاع. الا في نابولي 80% من اهدافهم بتكون عن طريق لعيبه خط النص. عندك سكوت ماكتاموني، يعني بسم الله ما شاء الله، حاجه كده خليط من انيستا على تشافي على مودريتش على كروس على شويه من لوتر ماتيوس على شويه من مسعود اوزيل على شويه من سيدورف، حاجه خليط بسم الله ما شاء الله، لعيب كوكتيل. انا شايف ان فريق مانشستر يونايتد بيعاني من اللعيبه في نص الملعب، فليه مانشستر يونايتد ما يشتريهوش؟ يعني ليه مانشستر يونايتد ما يشتروش؟ انا عارف ان هو كان عندهم، بس انا يعني عايز اعرف هل هم باعوه بيع كامل لنابولي، ولا مفيش بند اعاره مع احقيه الشراء او اعاده الشراء او اجبار الشراء، اي حاجه فيها شراء. يعني الولد من السنه اللي فاتت وهو حسم الدوري لنابولي من السنه اللي فاتت، والسنه دي بسم الله ما شاء الله برضه زي ما انتم شايفين شغال، وهو اللي كان جايب هدفين لنابولي قصاد ايندهوفن في الهزيمه بتاعه 6-2. لعيب شغال. انجويزا لعيب انا مش عارف هو جه منين، يعني هو جه منين في نابولي، متالق، ما بيجيلوش عروض، ما فيش حد بيجيب له عروض. لعيبه نص الملعب عندهم سبيناتزولا برضو مره واحده انا شفته في يوفنتوس لقيته بنفس الهيئه بنفس الشعر بنفس كل حاجه بنفس كل حاجه، لقيته في يوفنتوس متالق. ماشي ليه انا ما اعرفش، لقيته في روما وكان هيجي الانتر وتقريبا ما جاش عشان الكشف الطبي. يعني انا شايف ان هو شغال ارهوان، انا عارف ان هو بيصيب بس شغال. انا في ماتشات بفتحها لنابولي بلاقيه، انا مش عارف ايه، في حاجه غريبه في نابولي، في فرق كده انا بتبقى كالحه من ضمنها نابولي، في لعيبه كذلك كده
في حاجه غريبه، الماتش ده اثبت لنا ان نجم خط الهجوم عندنا هو ماركوس تورام قولا واحدا. اسبوزيتو كويس، لسه ناشئ كويس، بوني كويس، بس دول لعيبه احتياط. لوتارو لازم عشان يجيب هدف لازم تصنع له 3 أو 4 فرص قبلها، في الخمسه هيجيبها وتشوك، يعني برضه يكون في شك. يا جماعه الانتر اقول لك على حاجه، انت لما تكون متعود على رؤيه مهاجمين اساطير في فريقك ويجي بعدهم لعيب لوتارو كويس، لوتارو ممتاز في الانتر، اسم في الانتر هيكون اسم كبير، او هو بالفعل اسم كبير واسم اسطوري في الانتر، ولكن انت لما تيجي تشوف يعني كان عندك رونالدو الظاهره في الانتر، ادريانو. انا عايز اسكت، يعني انا عايز اقول الاسمين دول واسكت، ما انا مش عايز، ما ينفعش اكمل بعد الاسمين دول. ليه؟ لان هم دول افضل 2 مهاجمين في تاريخ الكوره. موهبه، هم افضل 2 مهاجمين في تاريخ الكوره، انا بتكلم على موهبه. مفيش حد لا زي ادريانو ولا في حد زي رونالدو الظاهره، الاثنين دول هم افضل 2 مهاجمين موهوبين في تاريخ الكوره باكملها، من اول ما قالوا يلا نلعبوا كوره لغايه وقتنا هذا. هكمل لك الاسامي، هكمل لك: كريستيان فيري، صامويل ايتو، ديجو ميليتو، ماورو ايكاردي، اللي ناس ممكن ما تعتبروش من المهاجمين الاساطير، بس انا بعتبر ان ماورو ايكاردي افضل من المهاجمين الموجودين في الانتر حاليا. ماورو ايكاردي لعيب قناص، لعيب قناص جامد، مهاجم قناص بمعنى الكلمه. الانتر ياما جاب مهاجمين وبيخلصوا من انصاف الفرص. لوتارو مارتينيز عشان يخلص لازم تجيب له كوره واثنين وثلاثه وتصنع له واحده واثنين واربعه. في الشوط الاولاني في كوره جات له انفراد، شاطها في الحارس. ليه ما تعرفش؟ الهزيمه في الوقت ده ما تزعلش، لان هي لسه في اول الموسم. الانتر مهزوم 3 ماتشات، ولكن لسه سباق الدوري لسه طويل والمنافسين هيقعوا، بس الفكره فيك انت كانتر، انت لازم ولابد انك تستغل تعثر الاخرين وانك ما تفقدش نقاط تانية، لان 3 هزايم لحد الان توجع. ومع ذلك انت لسه في المنافسه وبينك وبين المتصدر 2 نقطة أو 3، فلسه سباق الدوري طويل، لسه المنافسين على اللقب هيقعوا، بس لازم انت اللي تستغل تعثر المنافسين وان انت ما تفقدش نقاط تانية. وبس كده، سلام.